رغم أهمية قرطاجنة للكنيسة في أفريقيا، لكن ما تتقارنش أبدا بأهمية قرص اسكندرية والمدرسة التابعة ليها، لأن المواصفات الفريدة لمدينة اسكندرية خلتها أرض خصبة لانتشار الكرازة بالإنجيل والعلوم اللاهوتية، لدرجة إن فيليب شاف بيقول الإسكندرية كانت المدينة الأم في مصر، لأنها هي موضع للتجارة المزدهرة والتعليم اليوناني واليهودي وأعظم مكتبات العالم القديم، فكتب لها أن تصبح أعظم مراكز المسيحية مثل أنطاكيا وروما. هناك التحمت الحياة الدينية الفلسطينية مع فكر الحضارة اليونانية، فولدت أول مدرسة لاهوتية تصبو إلى الإدراك الفلسفي والدفاع عن حقائق الإعلان الإلهي. جهود مدرسة الإسكندرية ما اقتصرتش عن التعليم المسيحي، لكن امتدت للدراسات العلمية والأخلاقية وفلسفة الأديان، وكانت دراسة اللاهوت المسيحي بينقسم إلى 3 أجزاء رئيسية. أولها دراسة للموازين اللي بيستعدوا للمعمودية، والهدف منها إنهم يعرفوا ويتأسسوا على التعليم المسيحية. أما بقى القسم الثاني فكان دراسة الأخلاقيات. الثالث فكان دراسة الحكمة الإلهية والروحانية المسيحية. وكان من أعظم معلمي مدرسة الإسكندرية العلامة أوريجينوس السكندري، اللي وضع تفاسير لعدد كبير من أسفار الكتاب المقدس. العالم جورج ليونارد برستيج، شعور واحد من تلاميذ أوريجينوس اللي اتلمذ على تعليمه، يقول غريغوريوس غالبا صانع العجائب: أن تكون تحت قيادة أوريجينوس الفكرية فأنت تحيا في بستان نمت فيه ثمار العقل دون تعب، لتسعد بفرح مع الطلبة السعداء. كان حقا فردوسا لنا على مثال فردوس الله. تركه إعادة لخبرة آدم بعد السقوط. قلما يجد المعلمون شهادات بهذه العظمة من تلاميذهم. القمص تدرس يعقوب ملطي في كتابه مدرسة الإسكندرية قبل أوريجينوس، واللي اتنشر باللغة الإنجليزية، بيسجل لنا سمات المدرسة اللي أهمها مركزية التعليم عن الخلاص ووحدة الحياة بين الطلبة والمعلمين، وحياة التوبة واستخدام الألفاظ اللاهوتية موروثة عن الفلسفة اليونانية، وقلة تعريف الألفاظ اللاهوتية والروح المسكونية اللي جابت طلبة من بلاد مختلفة واستقبالهم بنفس الحفاوة في مدرسة اسكندرية.